السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم مصطفى جديد ان شاء الله حاجة في قناتكم يوميات غو بادجي. النهارده يا جماعة هنتكلم عن طريقة الفطام الصحيحة للفلوخ. بصوا يا جماعة، بفضل الله دايما عود نفسك دايما يعني بدماغك اشتغل وبالطرق المناسبة ليكم ان شاء الله هتنجح، بس انا بقول طريقتي وبشرح طريقتي. بصوا يا جماعة، يعني دوت بفضل الله لسه فارخين اهم، بصوا محطوطين بره، بصوا هم اوريدي طلعوا بره، الجو حر وكده فطلعوا بره. بصوا هم واحد ريمبو وواحد بلاك فيس طلعوا بره ووقفوا على المكسم كمان، فدي اشاره كويسه قوي ان هم ابتدوا يعتمدوا على نفسهم. فانا سيبهم بقى، ما رجعهمش العش تاني. ما رجعهمش العش تاني. طب وبعدين يا مصطفى، طب مش هياكلوا؟ لا، ما انا بطمن بالليل بقى، انا بطمن بالليل ان هل الزغاليل دي اكلت ولا ما اكلتش. تمام. باجي بالليل بمسك الحوصله اللي هي المعده بتاعت الزغلول، اللي هي المنطقه اللي هي تحت اللي هي المنطقه، بصوا اللي هي تحت الرقبه على طول، اللي مش هقول لكم عليها بالعلامه الحمراء دي. بطمن على المكان دوت، بشوف فيه اكل ولا لا. لو في حبتين ثلاثه مفيش مشكله. بصوا بالصدفه حتى واحنا بنصور، بصوا في زغلول كمان وقع من العيش اهو، بصوا ابتدى ياكل اهو، بصوا ده زغلول اصغر منهم بس هو واقع من العيش فابتدى ياكل. فمعنى كده ان انت دايما بفضل الله تسيب الامور على طبيعتها عشان تطمن ان فروخك بقت تاكل لوحدها. اهم في الموضوع ايه بقى؟ شروط النجاح بتاعه الفطام المظبوط، ان الزغلول يعتمد على نفسه وياكل صح، انك يبقى دايما الارضيه كده فيها اكله فخار، مش طبعا الشكل دي بالظبط يعني اكله فخار تبقى مسطحه ومتساويه بالارض كده وواطيه، وبحيث ان الزغلول لما يقع يطولها براسه. يعني بص الزغلول ده قصير فطايلها براسه، يعني هو مش عارف يطلع يقف على الفخاره، فاللي احنا شايفينه بعينينا دلوقتي ايه؟ طايلها براسه. فمعنى ان الزغلول طالها براسه معنى كده ان الفخاره دي مش عاليه يا جماعه. يعني هتلاقي ارتفاعها مثلا على الارض 5 6 سم، فاللي هو اقصد الزغلول يبقى بصوا يعني هو مش قادر يطلع يقف، بس طايل الاكاله براسه، فهي كده مريحاه في الاكل. وبصوا عمال ينقي الحبوب الطريه على بقه وابتدي ياكل فيها. فدي مهمه جدا. ما بقاش انا مثلا بقول لك التجربه واقول لك مثلا انت النهارده سيب الزغلول لما يقع من العش، سيبه هو يعتمد على نفسه وياكل، والاقيك حاطط لي اكاله مثلا بلاستيك زي اللي جوه دي بعملها للتحديق وحطها لي في العالي، يعني معلقها لي مثلا في العالي هنا فوق. طب الزغلول ما مش هيطولها، ما هو واقع في الارض مش لاقي حاجه قريبه منه غير الاكاله. بصوا لا، الاكاله الفخار دي امان، وتخليها في الارض طالما في فروخ، وحتى لو فيش فروخ هي الاكاله الفخار امان. بصوا هنا ابتدوا يخشوا العيش تاني. بصوا الزغلول طلع فين؟ بصوا الزغلول، بصوا طلع فين لوحده. كاميرا بس بكسلها. بصوا الزغلول طلع لوحده، الزغلول التاني واقف اهو. بصوا هو عمال يبص لنا، انا بس بحاول اجيب لكم الصوره يا رب تتظبط اهي كده. بصوا واقف على العيش ازاي، والتاني واقف تحت اهو، والاكلات تحت اهو في الارضيه. وطبعا برضك في نقطه مهمه، ايه هي؟ عود دخن. يعني انت لو حاطط عود دخن، بصوا التاني ابتدى يطلع لفوق، شافه طلع. بصوا كده معناها يا جماعه ان العصفور بفضل الله بيبتدي يعتمد على نفسه ويعرف ينزل ياكل ويلعب. وطالما ان انت الاهالي ما بتضربش، يعني الاهالي دلوقتي يعني في مرحله البيض عايزه تبيض، ما بتضربش الفروخ والدنيا حلوه، والفروخ بتخش العش وبتطلع من العش بشكل امان، ما تقلقش. يعني بصوا الزغلول واقف مع ابوه على باب العش والدنيا جميله. بصوا الزغلول واقف على باب العش مع ابوه، الدنيا جميله، واخوه قاعد تحت اهو بياكل والدنيا برضك جميله. طبعا زي ما قلنا نجيب عود داخل برضك هيبسط معاك الامور، سواء حطه في العش هيساعدهم على الفطام بشكل سريع او في الارضيه. يعني بصوا خليكم معانا نجيب لكم عود داخل ونرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه ده عود الدخن، الناس كلها عارفاه طبعا. لما رموه كده مثلا في الارضيه اهو، بصوا حطوا له مثلا على الاكاله كده اهو، بصوا هو بعد. بصوا بقى اللي انا عايز اقوله لكم، بصوا الزغلول صغار ازاي يا جماعه. بصوا الزغلول صغير ازاي، يعني اصلا لسه صغير جدا، بس انتوا شفتوا بعينيكم ابتدى ياكل. بصوا صغير لسه، اللهم لك الحمد. بصوا الزغلول صغير ازاي، لونه ضابل جولد الموف جميل ازاي، لا قوه الا بالله، صغير. فبصوا هو ما عرفش يقف على مفيش عصب ان هو يقف على الاكل، فبصوا مد بوزه زي ما انتوا شفتوا واكل والدنيا جميله. فالنهارده يا جماعه طرق كتير. بصوا ده واقف على باب العش ازاي الاهالي بياكلوه، اللي هو الاب والام اللي بياكلوه جوه. طبعا ده بلاك فيس هو مش ابنهم، كان متحطم تحتيهم، تمام. فبالنسبه له دوت الاب والام، هم يعتبروا ابوهم عشان هم اللي اكلوه يعني وكبروه. فبصوا واقف على باب العش ازاي. اقصد بقى في الفيديو دلوقتي طول ما الدنيا امان، الزغاليل بتطلع وتقع وتاكل كده، تبقى ايه، انت بتطمن عمليه الفطام ماشيه بشكل حلو. وتطمن بالليل زي ما قلنا، اول ما الدنيا تضلم كده بعد صلاه المغرب ولا حاجه، لما الدنيا تقفل خالص، تشوف كده هل الزغلول دوت كل ما كلش، معدته فاضيه، مش ما فيهاش اكل، تبتدي انت تتدخل بقى، يا ترجعوا العش الاهالي ياكلوه برضه، تراعي
وتشوف هل هياكلوه ولا مش هياكلوه، يا اما تديله زقه لان ممكن بصوا الاهالي في المرحله دي بتاعت اللي هي خلاص عايزين يبيضوا ويعملوا عيش تاني، ما بيصدقوا الزغلول يقع، ما بيصدقوا اصلا الزغلول يقع من العيش، فبتبقى بالنسبه لهم فرصه ان هم يعملوا عيش جديد. بصوا زي اللي احنا شايفينهم كده، بصوا النتايه جوه وخلاص هي معاها زغاليل بفضل الله غير الزغلول اللي واقع، وهي خلاص كده عايزه تعمل عيش جديد. فبرضك تاخد بالك لان في اهالي خصوصا لما يكون لسه اول شغل ما بيصدقوا ان الزغلول يقع من عندهم عشان خلاص يقول لك احنا نكمل دوره عش جديد، وما بيصدقوا، فلو دخل لهم تاني عش ممكن يضربوه يموتوه. خلي بالكم دي كلها ممكن تحصل، بس احنا بفضل الله عشان الحمد لله الطيور عندنا هاديه ومتعوده على الهدوء، ما حدش بيمسك طيور عندنا ولا بيزعجها كتير ولا بعمل لها مشكله، ولا ان انا كل شويه افعص في العصافير، فتلاقي العصافير اصلا طبيعتها هاديه، فالامور مستقره بفضل الله. فدي برضك احنا زي ما قلنا مره وهعيدها مرارا وتكرارا، دايما عود يعني بصوا الفرخ بصوا ازاي ما شاء الله، فدايما عود طيورك على الهدوء، ما تخليش الطيور عندك عصبيه ومتوتره، ده كله بينعكس على الطائر ونفسيته وسلوكياته والدار الانتاجيه بتاعته. صدقوني يا جماعه الكلام ده مهم قوي، عايزكم تركزوا. ببقى بتمنى الناس يعني تعمل لايك مش عشان الفيديو يتشهر ولا ما يتشهرش، لا عشان بجد اللي محتاج معلومه يعني يقدر يوصل لها بفضل الله. فصدقوني الكلام اللي بقوله لكم ده مهم جدا جدا وعن واقع خبره وتجارب سنين يعني. فالفطام سهل لذيذ بسيط طول ما انت بتراعي وبتبص على الزغلول بتاعك اول باول. دلوقتي بقى في نقطه مهمه، الزغلول كال يا مصطفى والدنيا حلوه كده. مصطفى طلعه بره المكان وسيب الاهالي، لا ما تطلعوش بره المكان، سيبه مع الاهالي طول ما انت عندك ارضيه واسعه كده بفضل الله والدنيا حلوه اهو. بص الارضيه عندنا واسعه زي لا قوه الا بالله، عندك ارضيه واسعه سيبه في الارضيه، سيبه. احنا الحمد لله بصوا في ارتفاع ما بين العش والارضيه، حتى لو طلع ما فيش مشكله طالما الاهالي طيبه، بس انا اقصد سيبه في الارضيه ليه؟ في زغلول بياكل لما بيبقى مطمن. يعني ايه مطمن؟ شايف الاب والام حواليه وابوه ينزل ياكله والدنيا حلوه، لكن بمجرد ما بتشيل الزغلول دوت من عند الاهالي للاسف ممكن ما ياكلش يمنع اكله ويموت، لانه بيبقى حس السند والظهر والاب اللي كان بيساعده او الام ما فيش حد جنبه، فللاسف بيخاف جدا جدا جدا. تبتدي العصفور تبص تلاقي العصفور ابتدى يخس، ابتدى ما ياكلش، ابتدى يمنع اكل، ابتدى للاسف يخش في مرحله هزليه وفي الاخر للاسف بيموت. هتيجي ترجعه تاني يكون الاهالي برضه ممكن يعرفوا يعني يقول لك احنا مش عارفينه بقى خلاص، احنا دخلنا في دوره جديده وانت المفروض شلته من عندنا فما تجيبوش تاني، انت جبته تاني كده هنموته. لكن طالما هو تحت عين الاب والام كده زي ما انتم شايفين كده اهو، سيبه ليه؟ الاب ممكن يعمل الدوره بتاعته والام عادي جدا هيبيض، والنتايه تقعد وهم موجودين بيلعبوا وبيتنططوا وفرحانين جدا بالمكان ومبسوطين شايفين الاب والام وعمالين ياكلوا وحاسين الدنيا امان. فاهمين يا جماعه؟ الامور تاخد بالك منها جدا جدا جدا. هما طالما اتفطموا وانت حسيت ان هو اتفطم ما تشيلهمش في ساعتها، لا سيبهم بقى يعني. بصوا الزغلول ده فيس لا قوه الا بالله خلاص يعتبر اتفطم، بصوا كبر اهو، كبر ودول طول. بصوا العصفور بقى، بصوا بنوريكم بس كل حاجه. العصفور ده بقى بيطير، بصوا العصفور بيطير اصلا، بصوا احنا بس بنوريكم العصفور كده ايه، بصوا هو مش عايز يتمسك، بصوا يا جماعه مش عايز يتمسك، بصوا لا قوه الا بالله مش عايز يتمسك، بصوا بيطير، بصوا العصفور بيطير كبر خلاص تحت جناحاته كاست والدنيا بقت جميله عنده وهو كبر، فبصوا هو حتى بيطير ومش عايز يتمسك. بس انا برضك بصوا ديله طول ازاي، بصوا بيطير مش عايز يتمسك يا جماعه. هو العصفور خلاص حس ان هو كده، طب نسيبه ونكمل لما نخلص الفيديو. فاقصد انا سايبه برضك طالما ان هو الدنيا جميله معاه وبيلعب خلاص، فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده. عايز معاكم يا رب يكون وصلت بشكل صحيح عشان الناس المستفاده ان شاء الله بالمعلومه تطبقها وتدعي لنا. زي ما بنقول دايما لو الفتح حلو في اللي جاي احسن بامر الله. ما تنسوش الهوايه نوايا وعلى ذاتكم ترزقون، وما تنساش لو عجبكم المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، نتمنى الخير والتوفيق للجميع يا رب، ويكون موسم سعيد على الجميع، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.